ونشيد ايضا الوطني العراقي. الان سنعرج مشاهدينا لتفاصيل هذه المقابله والصراع الذي سينطلق بعد لحظات. نذكر بانه لقاء مهم، لقاء ودي، لقاء اعدادي، لقاء تحضيري بالنسبه للطرفين مع البطوله العربيه المقبله بالمملكه العربيه السعوديه. وايضا ما ننسوش بانه لقاء بطعم النهائي القوي اللي كان في النسخه السابقه واللي تمكن من خلاله المنتخب الوطني المغربي من ضمان لقب المشاركه العربيه والبطوله العربيه. التشكيله الخاصه بالمنتخب الوطني المغربي يدخل بالاسماء الاتيه: رقم 12 رضا خياري، باقي الاسماء رقم 10 سفيان مسرار، 11 بلال بقالي، 3 انس العيان، سفيان بوريت رقم 6، محمد شريدو رقم 1، هنالك جواد يوسف رقم 4، الرئيس الفني ادريس رقم 14، 7 امزال اسماعيل، 15 بوزيد خالد، 13 شراوي سفيان، ورقم 2 بقالي انس، دون ان ننسى رقم 8 ناصر انس. هذه التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه. بالنسبه لي والكره مباشره تلتمس، اصرار كبير بناء العمليات الهجوميه من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، تنويع في الهجمات، اختيار الجهه اليمنى الجهه اليسرى كما نشاهد الان، والمحاوله والهدف الاول، والهدف الاول هذا هدف بالواضح، هدف يحتسبه حكم المباراة التونسي اليوم، على اعتبار انه كنشوفوا الطريقة والاسلوب اللي جا، يعني بعد ما يعني لم يعلن عن مشروعية الهدف الاول اللي كان هدف فعلا لصالح المنتخب الوطني المغربي، كان ممكن نشوف جوج الاهداف مقابل لا شيء، ولكن هذا هدف كيأكد من خلاله المنتخب الوطني المغربي واللاعب بوزيد خالد طريقة للبطولة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، والتفوق دائما للمنتخب الوطني المغربي. كرة إذا الآن من جانب عناصر المنتخب الوطني المغربي، فرصة الآن للتصويب المباشر، الاستعانة باللاعب بلال بقالي. بلال بقالي يهيئ نفسه للتصويب، ماذا يختار؟ رفع الكرة، كرة جميلة، هدف، والهدف الثالث، الهدف الثالث صناعة مغربية محضة، رائعة جدا صراحة، طريقة جميلة لعبت الكرة، هنا الهدوء، هنا الذكاء، بعيدا عن القوة، بعيدا عن أي شيء. لاعب جواد يوسف كيلعب فريق الاختبار للمنطقة الدفاعية للمنتخب الوطني المغربي، في آخر مطاف كرة غادرات للتماس لصالح المنتخب الوطني المغربي، فنية جميلة جدا في المراوغة هذه، رائعة من المدافع ومن اللاعب الشعراوي سفيان لاعب ليل الفرنسي، طريقة القيام بالمراوغة جميلة، كرة مغربية، فرصة فرصة فرصة، هدف رابع يأتي في هذه المباراة وبطريقة رائعة أيضا من الشعراوي، وجها لوجه أمام الحارس، مهارة فردية جميلة، كيختار ركن الكرة في الزاوية المغايرة للمسار ديال الحارس. دقيق الابتسامة ستكون عريضة، محياه رجل هادئ تماما ويتابع. إصرار كبير من المنتخب العراقي، إصرار كبير من المنتخب العراقي يكلل بالنجاح بهدف أول، كرة ثابتة والتصويب المباشر صوب المرمى. بالتالي يأتي الهدف عن طريق اللاعب فيصل سلم لاعب نادي نفط. المنتخب العراقي في هذا الوقت بالذات، لماذا؟ نظرا لأن التأخر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يتطلب تكثف الجهود للانتقال للخط الأمامي، والشيء الذي بإمكانه أيضا أن يجعل المنتخب الوطني المغربي يكون أفضل. هدف باللاعب البديل والحارس البديل غيث ريان، لاعب نفط الوسط، هو من يتمكن من تسجيل هذا الهدف. قلت تكاتف الجهود للانطلاق في الخط الامامي، لذلك المنتخب الوطني المغربي على مستوى المنظومه الدفاعيه الان، خاصه داخل كره القدم داخل القاعه، يجب ان يحتاط مثل ما كان امن النتيجه برباعيه. الان سيبحث لان يسير بنسق افضل. كره ملعوبه من جديد على مستوى خط الوسط، التغيير كان جميل من بوزيد لخالد للكره الاماميه، ولاحظوا رده الفعل المغربيه التي لا تتاخر. قلت الدقيق سيغير استراتيجية اللعب وسيبحث عن تأمين النتيجة بشكل أفضل. بوزيد يضع الكرة في المرمى ويقول أنه موجود لاعب سانتا كولوما الإسباني. لاحظوا التمريرة، لاحظوا رفع الكرة والاستثمار الحقيقي
بكرة في خط الأمامي 5 مقابل 2. يعودون يؤكدون على أنه بإمكانهم أن يسجلوا متى أرادوا وكيفما أرادوا. هكذا هم عناصر المنتخب الوطني المغربي داخل القاعة. استراتيجية لعب جيدة.